يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده حاجه موجوده اساسي في كل بيت، وهي المايونيز. طبعا انتوا عارفين ان اسعاره بره بقت غاليه جدا، وبقينا ما نستغناش عنه في كل سندوتشاتنا واكلاتنا في البيت. فالنهارده هعملها لكم بطريقه بسيطه وسهله جدا، واهم منها بسيطه وسهله انها هعملها لكم بطريقه غير مكلفه، هتبقى ارخص كتير جدا من بره. فيلا معايا عشان نشوفوا الطريقه بالتفصيل. كل اللي هنحتاجه كوبايه من اللبن، هنبدا نحطها في الخلاط بتاعنا، وهنجهز جنبنا حوالي كوبايه من الزيت. هنبدا ننزل سرسوب صغير ونضرب، ننزل سرسوب صغير ونضرب، ما بننزلش الكميه كلها. واهم حاجه نكون مطلعين اللبن والزيت من التلاجة، لازم يكونوا ساقعين، لان الزيت وظيفته في الوصفه دي ان هو بيربط لي اللبن، بيخليه سمكه تقيل. هو الكوبايه اللبن دي هتاخد معايا حوالي من كوبايه وربع لكوبايه ونص من الزيت، هيعمل معانا برطمانين كبار جدا من المايونيز. اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين سمك اللبن عندنا كتر ازاي وتقل ازاي. بقى عندنا ما شاء الله كميه كبيره. بعد ما عملنا الكميه بتاعتنا خلاص والسمك تقل معانا، بننزل بقى عليه بمعلقه صغيره من المستردة. هنا نزلت عليه بحوالي نص معلقه صغيره جدا من الملح. الملح برضه حسب الرغبه، انتوا بتحطوا كميه قليله وتدوقوا، حاسين ان محتاج ملح بتزودوا. هننزل بقى بالخل. الخل ده لما بينزل بيتقل القوام اكتر بتاع المايونيز. انا نزلت هنا بحوالي معلقتين كبار من الخل، وننزل بنص معلقه كبيره من السكر، وضربت كله مع بعض. شايفين قوامه بقى تقيل ازاي والسمك بقى تقيل ازاي. ولسه برضو لما تحطوه في التلاجة شويه سمكه هيبقى ما يختلفش عن المايونيز الجاهز تماما، والطعم ما شاء الله نفسه بالظبط المايونيز الجاهز. بجد انتوا مش متخيلين عمل لي كميه قد ايه. البرطمانين اللي قدامكم دول برطمان منه حوالي نص كيلو، والبرطمان التاني حوالي 350 جرام. بجد كميه كبيره جدا وموفره جدا. كل اللي كلفني الزيت واللبن. انا عشان طبعا استخدامي كتير ليه فعملت كميه. انتوا لو عايزين تقللوا الكميه دي هتقللوا النص، يعني هتاخدوا بدل كوبايه لبن هتبقى نص كوبايه لبن، بدل كوبايه ونص او كوبايه وربع زيت هتاخدوا حوالي من كوبايه لكوبايه الا ربع زيت. هنا ميزه الطريقه اللي انا وريتها لكم دي انها من غير بيض خالص. عملت مايونيز من غير بيض عشان ما بحبش البيض. هنا بقى انا حبيت اعمل مايونيز صحي للناس اللي بتحب الصوصات ومش عارفه تاكل مايونيز العادي عشان وجود الزيت فيه. انا حاولت على قد ما اقدر اوصل لاقرب طريقه ما فيهاش زيت خالص وتبقى قريبه شويه للمايونيز. مش هضحك عليكم، هي مش زي نكهه المايونيز اللي احنا بناكله عادي، بس هو كصوص طعمه لذيذ، لان فعلا الزيت بيربط لي اللبن بتاعي وبيدي برضو نكهه غنيه جدا للمايونيز. اول حاجه بعملها بجيب كوبايه من اللبن خالي الدسم، عليها معلقتين كبار من النشا، وانزل اقلبهم كويس جدا، وبعد كده احطهم على النار لحد ما سمكهم يتقل قوي، زي ما بتعملوا المهلبيه بالظبط. شايفين السمك؟ انا بوريهولكم اهو. انا عايزه اوصل للسمك ده. لما يبرد خالص هحطه في الخلاط معاه مكعب واحد من الجبنه النستو او الجبنه الكيري. المكعب الواحد مش هيأثر في الكميه دي كلها. عليه يعني ربع معلقه صغيره جدا من المستردة. ما تغلطوش غلطتي، انا يعني دوست جامد ونزلت كميه شويه، فبالتالي الصوص بتاعي بقى مزز شويه بسبب المستردة واصفر معاه شويه. خدوا بالكم، حوالي نص معلقه صغيره جدا من المستردة، ومعلقه واحده كبيره من الخل، وحوالي يعني حبه صغيرين قوي من الملح، يعني ذره ملح. ونشوف برضو حسب الملح اللي انتوا تحبوه، عاوزين زياده بتزودوا. وحوالي ربع معلقه صغيره من السكر، وتضربوا كله كويس جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين حبيت اوريكم السمك بتاعه عامل ازاي. وطبعا بعد ما بتحطوه في التلاجة سمكه بيتقل شويه زي ما انتم شايفين كده. انا كده بعد ما طلعته من التلاجة سمكه تقل معايا. حاولت على قد ما اقدر اعمل لكم مايونيز صحي يكون طعمه قريب من المايونيز الاصلي، زي ما قلت في اول الفيديو، عشان محدش يقول لي ان انا عملته وطعمه مش زي المايونيز بالظبط. هو نكهته قريبه شويه وطعمه كصوص جميل. طبعا لو هتلاحظوا هتلاقوا اختلاف اللون ما بينه وبين المايونيز العادي، علشان انا هنا كنت قلت لكم انا غلطت غلطه ان انا زودت المستردة شويه، فخدوا بالكم المستردة تبقى كميه قليله جدا حوالي نص معلقه. بجد يا جماعه لازم تجربوا الوصفه دي لانها فعلا ناجحه جدا، من اكتر الوصفات الناجحه، وبجد مش هتعرفوا تفرقوا ما بينها وما بين المايونيز العادي اللي بيتباع في السوبر ماركت. فيلا تشجعوا وقوموا اعملوها، بجد هتوفر لكم كتير. واستنوني الفترات الجايه باذن الله هنزل لكم بكل الصوصات اللي موجوده في السوبر ماركت عشان نوفر لنفسنا كتير في البيت. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده يشجعني انزل لكم فيديوهات الفتره الجايه كتير. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عمليش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.